دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك الولايات المتحدة إلى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال المرحلة الحالية وعدم توجيه انتقادات علنية إليه. جاء ذلك في كلمة ألقاها باراك أمام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. أنا سعيد لأنه بعدما أرسل مبارك إلى السجن ومرسي إلى قصر الرئاسة تدخل الجيش ومعه الشعب وأرسل مرسي إلى السجن وأخرج مبارك من السجن، ويوجد الآن السيسي. أعتقد أنه يتعين عليكم أن تتحلوا بالصبر والتعايش مع السيسي، فإذا قام بشيء لا يعجبكم أبلغوه بذلك ولكن وراء الأبواب المغلقة، وأخبروه بالأمور التي يجب أن يقوم بتغييرها بعد توليه السلطة. فهو الآن يتوجه لأول مرة نحو انتخابات معقدة وسيقوم بكل ما يلزم لكي ينتخب رئيسا، سواء وافقتم على تصرفاته أم لم توافقوا. فلا تقوموا باستعدائه واتركوا المجال مفتوحا للتفاوض معه كندين متساويين.